ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم فيديو مع تعاون مع نورة من اجمل البنات اللي انا اتعرفت عليهم على اليوتيوب، ومن اصدق البنات اللي انا اتعرفت عليهم على اليوتيوب. راح فبثق في رايها جدا جدا لما ببقى عايزه اروح اشتري منتج، فعلا بلجأ للقناه بتاعتها. فبعد ما تخلصوا الفيديو بتاعي روحوا على القناه بتاعتها واعملوا لها لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لها ان انتوا جايين من عندي، واوعوا تحسسوها ان القناه صغيره، اوعوا تكسفوني. فاهمين ولا لا؟ النهارده الفيديو انا وهي هنتكلم عن مفضلاتنا لسنه 2018. سنه 2018 بالنسبه لي جربت فيها حاجات كتيره قوي، الحاجات اللي انا هقول عليها دلوقتي دي هي فعلا الحاجات المفضله بالنسبه لي. تمام، فعشان ما اطولش المقدمه كتير كالعاده يعني تابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتعملوا لنورة لايك وشير وسبسكرايب، يلا بينا عشان نبتدي. اول حاجه خالص من الحاجات اللي انا حبيتها قوي قوي هي الزيت ده من ايفون. الزيت ده من ايفون ما بقدرش كنت استغنى عنه، هو خلاص اتمسح ملامحه كلها. انا كنت عامله عنه ريفيو كامل هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. من احلى الزيوت اللي انا جربتها للبشره. انا بستخدمه طبعا قبل الميك اب، ما بستخدموش كسكين كير. بينعم البشره، بيخلي لي بشرتي عامله زي البيبي، بيخلي بشرتي جلوي كده وصحيه. وفي نفس الوقت كمان لو مثلا بستخدم فاونديشن من الفاونديشنات التقيله او الفول كفر، لما باجي احط الزيت ده وبرجع احط الفاونديشن ما بيعلقش في القشور او ما بيبانش ان هو كيكي على البشره، بالعكس بيبان ان هو طبيعي جدا، ودي اكتر حاجه بتعجبني في الزيت ده. نيجي بعد كده للفاونديشن اللي حبيته سنه 2013 وعمري ما هقدر اغيره، هو الفاونديشن ده من ميلادي. ده اللي هو الشكل بتاعه اللي هو 2 في 1. الفاونديشن ده اقول لكم فيه ايه ولا ايه؟ الفاونديشن ده التغطيه بتاعته عاليه، تقدري تبنيها العاليه. هو التغطيه بتاعته متوسطه، انا بستخدمه في كل وشي طبقه واحده، وعلى الاماكن اللي عندي فيها تصبغات او عندي فيها علامات بحطه طبقتين. طبقتين بيبقى فول كفر، خلاص مفيش اي كلام، مش بيخش في الخطوط، مش بيبين المسام، بيفضل فتره طويله جدا، تقدري تقعدي بيه اكتر من 12 ساعه بجد، وهم عمري ما شفت زيه. ده غير كمان ان اهم حاجه فيه درجاته مش بتاكسد على جري، هي بتاكسد بتغمق شويه، بس مش من الفاونديشنات اللي بعد ما تحطيها بعد ما تحطيها بشويه تحسي ان هي قلبت على جري معفن كده، كانك لميتي تربي الشارع كله وحطيتيه على وشك. فده بالعكس لا خالص. الفاونديشن ده انا كنت بستخدمه في المناسبات، لو عايزه بقى حاجه يومي او لو عايزه حاجه بحبها قوي قوي لما بلجأ للميك اب اليومي او الميك اب الخفيف، او عايزه حتى باين ان انا مش حاطه ميك اب، انا دايما بلجأ اكتر للميك اب الخفيف في يومي او في خروجاتي العاديه، مش على القناه هنا، لاني بحس ان هي دي شخصيتي اكتر. تمام، فالحاجه اللي دايما بلجأ لها هو السيسي كريم ده من بورجوا. السيسي كريم ده من بورجوا رائع، كلمه رائع عليه فظيع. هو فيه 3 الوان كوريكتور، فمش بستخدم قبليه كوريكتور، فعلا بيكنسل لي الهالات الى حد ما، لان هو طبعا سيسي كريم مش فاونديشن. بيكنسل لي الحتت الغامقه حوالين بقي، انا عندي حتت غامقه حوالين بقي. هو ثباته مش عالي قوي، ثباته 6 ساعات تقريبا عشان هو سيسي كريم يعني، بس التغطيه بتاعته على فكره ميديم، مش ملوش تغطيه خالص، لا ليه تغطيه، والتغطيه بتاعته تعتبر يعني متوسطه كويسه، مش هتحتاجي اكبر من كده او اعلى من كده تغطيه للخروجات اليوميه. ده غير كمان ان اكتر حاجه بتعجبني فيه ان هو بيبان ان انت كانك مش حاطه حاجه خالص على بشرتك، بجد فعلا كانك مش حاطه حاجه على بشرتك، ودي اكتر حاجه بتعجبني في الفاونديشن ده او في السيسي كريم ده يعني. تمام، مش بيخش في الخطوط برده، مش بيخش في المسام، شكله طبيعي جدا على الوش، مش بيجير، بس اهم حاجه فيه ان انت تجيبي درجتك فيه صح. ده من احلى الحاجات اللي حبيتها في سنه 2018. والكونسيلر اللي عجبني سنة 2018، سنة 2018 بس، هو سنة 2018 2017 و2016 كل السنين تقريبا، هو الكونسيلر ده من فيت مي، الدرجة بتاعتي درجة 25. الكونسيلر ده حلو جدا 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 من هنا لبكرة. مبدئيا اول حاجة خالص الدرجة بتاعته جاية على اورنج شوية، فبيكنسل لي الهالات ومش بحتاج قبليه كوريكتور، دي اول حاجة. تاني حاجة التغطية بتاعته متوسطة، هو التغطية بتاعته من خفيفة لمتوسطة، لو حطيتي منه طبقتين، اول طبقه وبعد كده تاني طبقه خفيف على المكان اللي انت بيبقى عندك فيه هالات، بيبقى التغطيه بتاعته من متوسطه وبتقرب كمان لعاليه، بس مش عاليه قوي يعني عشان نبقى متفقين، بس انا عندي هالات او هالات سودا قويه. تمام، لو عندك خطوط تحت العين هتحبي الكونسيلر ده جدا، لان هو مش بينشف تحت العين، مش بيدخل في الخطوط، مش بيأكسد معاكي، حلو جدا جدا وبيجمنت جدا. انا بالنسبه لي ده احلى كونسيلر جربته لحد دلوقتي في حياتي. جربت كذا كونسيلر، اكتر من حد قال عليهم ان هم فول كفر، بس حبيت الكونسيلر ده اكتر منهم بكتير بكتير بمراحل، وما يتهيأليش ان انا هغيره في يوم من الايام. بالنسبه للبودر، هي البودر دي من ايريسبون، الدرجه بتاعتي ترانسلوسنت اكسترا كفر.
البودر دي شفافه بس فيها كفر شويه. البودر دي من احلى البودر اللي انا جربتها. ليه؟ خفيفه جدا 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 على الوش. لو انتي بشرتك جافه هتحبي البودر دي جدا، مش بتحسي اصلا ان انتي حاطه بودر، بتثبت لك الفاونديشن كويس قوي، وفي نفس الوقت ما بتديش احساس ان وشك كيكي، او ما بتديش احساس ان انتي حاطه بودره كتير. من اخف البودر اللي انا جربتهم في حياتي لحد دلوقتي. تمام. بس بصراحه البناي بتثبت اكتر منها، بس البناي ناشفه على الوش. لو انتي بشرتك جافه هتحبي البودر دي اكتر. لو انتي بشرتك دهنيه بيتهيألي ان انتي تروحي للبنانا باودر اكتر، بس انا بالنسبه لي بحب دي اكتر بكتير. وكمان الميزه اللي فيها ان انا بقدر احطها تحت العين، وانا تحت عيني عندي خطوط والمنطقه دي عندي جافه جدا مهما برطبها، فببقى محتاجه كونسيلر يكون الترطيب فيه عالي، وكمان باودر تكون خفيفه. فالباودر دي فعلا كانت خفيفه جدا، خلي لي الكونسيلر يثبت اطول فتره ممكنه، وما تبقاش مبينه الخطوط كده كاني معجزه وعندي 90 سنه. وفي نفس الوقت كمان بتخلي تحت العين كده بيبان طبيعي كانك حطيتي فلتر تحت عينك. فالباودر دي من احلى الباودر اللي انا جربتهم. نيجي بعد كده للحواجب. الحواجب انا ما بفضلش الجل، بالنسبه لي انا حواجبي مليانه وفيها شعر، فبحس ان الجل بيبيني شبه ابو لهب مهما حاولت ان انا اظبطه، فبصراحه ما بحبوش. بس البودر انا بالنسبه لي بفضل البودر اكتر بكتير، وبحسها طبيعيه اكتر بكتير، وبترسم لي انا وبترضيني انا كجرمين اكتر بكتير. تمام. فالبودر بالنسبه لي احلى بودر جربتها السنه دي هي البودر دي من فلورمر. هي خلاص خلصت. بصوا باين قد ايه ان انا باكلها تقريبا مش بستخدمها. بس البودر دي بتثبت معايا طول اليوم فعلا. يعني انا عايزه اقول لكم اني بنزل في الحر وبمسح وشي كتير، بتفضل ثابته زي ما هي كاني لسه حطاها بالظبط، وبنبقى في اخر اليوم. دي اول نقطه. تاني نقطه كمان بترسم الحاجب بطريقه ما تبانش ان انا شكلي وحش، وفي نفس الوقت كمان بتعبي الفراغات بتاعه الحاجب كويس قوي، مش زي البودر الخفيفه اللي مثلا عندك شعر شلتيه مثلا، او في شعر في حاجبك طار او وقع. البودر دي فعلا بتعوض مكان الشعر. في بودر كذا بودر جربتها للحواجب ما بتعوضش مكان الشعر، لازم تحطي جل مكان الشعرايه عشان ما يبانش ان هنا في فراغ. لكن البودر دي لا، مش بتعمل كده. نيجي لاحلى باليت جربتها، باليت اي شادو جربتها في 2018. هي باليت الاي شادو دي من ويت ان وايلد، اللي متابعني قرف مني بسببها. باليت الاي شادو دي تقريبا لو انتي مبتدئه او لو انتي من البنات اللي عايزه تجيبي باليت اي شادو واحده بس، هتجيبي بس الباليت دي. بصوا الالوان فيها كل الالوان الاساسيه اللي انتي محتاجاها. فيها اللون البني الغامق، فيها اللون ده اللي هو البني اللي لونه على مصفر شويه، فيها البني الجراي، فيها الوان التو بي واللون الاورنج، فيها اللون الروز، وفيها اللون الموف. انا هوريكم بس بيجمنت اللون عامل ازاي. بصوا انا لمستها، بصوا لمس بس مش اكتر. بصوا الالوان، بصوا عامله ازاي. دي من لمسه بسيطه جدا. انا لو عملت كده شبه ما الناس ما بتعمل وطلعت، يعني بصوا اهو الناس بتعمل كده، بصوا اهو شايفين اللون عامل ازاي. والالوان ناعمه وبتندمج بسهوله. لو انتي من الناس اللي عندك مشكله في دمج الاي شادو، هتبقى بالنسبه لك دي سهله جدا جدا، بيجمنت جدا، سهله في الدمج، وفي نفس الوقت كمان بتثبت فتره طويله قوي. انا حطيتها وقعدت بيها طول اليوم، او بحطها وبقعد بيها طول اليوم اوريدي، مش مره واحده كذا مره. كانت فظيعه، بتفضل ثابته زي ما هي لحد اخر اليوم، ولا بتخف، ولا الالوان بتعلق معاكي، ولا مثلا بيبقى شكلها وحش على العين. بالعكس الالوان بتاعتها جباره. وفيها كمان لونين شمري، لون غامق ولون فاتح، ولون تعملي بيه هايلايت لتحت العين، لتحت الحاجب، تحت العين. كده ليه الماسكارا. احلى ماسكارا جربتها سنه 2018 هي الماسكارا دي بتاعت اسنس، اسمها فوليوم ستايلست. انا اوريدي عامله عنها مقارنه بينها وبين الاي لاف اكستريم، لان اي لاف اكستريم كانت المفضله عندي اكتر من 3 سنين، فبالنسبه لي كانت الماسكارا دي اكتشاف بصراحه. الماسكارا دي بتطول الرموش جدا، هما بيقولوا ان هي بتقعد 18 ساعه. فيها واكس عشان تتني الرموش او تديها الكيرف اللي انتوا بتبقوا شايفينه ده. لو انتي رموشك نازله لتحت هتحبيها جدا. انا اوريدي عامله عنها ريفيو كامل فمش هرجع عنها كتير. بس من الماسكارات اللي بتدي فوليوم وبتدي طول وبتتني الرموش وبتفضل ثابته زي ما هي اكتر من 18 ساعه. انا فعلا متاكده ان هي ممكن تقعد 18 ساعه، لاني قعدت بيها 12 ساعه وكانت حلوه قوي، وكانت رخيصه جدا، وكمان متوفره عندنا في مصر. احلى كحل اسود جربته، احلى كحل بيج انا جربته. الكحل البيج اللي انا جربته كان حلو قوي، هو الكحل ده اللي هو ريميل سكاندل ايز. الكحل ده فظيع فظيع، ثابت جدا.
ما بيحسسليش عيني، ما بحسش ان عيني حرقاني وانا حطاه، بالعكس بيبقى حلو قوي، وكمان بيبقى قوي او بيبقى واضح جدا جدا. تمام، هو ده اللي انا حطاه في اول العين النهارده. والكحل الاسود اللي انا جربته، وده بالنسبه لي كان اكتشاف، وما كنتش متوقعه ان انا هلاقي من ايفون حاجه بالطريقه دي. هو الكحل ده اسمه جلامر ستيك من ايفون، هو بيتلف بالطريقه دي. بصوا الكحل ده سواده فاحم، بصوا شايفين سواده عامل ازاي، بيثبت مش بيسيح. انا حطاه اهو في اخر عيني من تحت، سواده جبار فعلا بجد. انا بستخدمه كايلاينر وبستخدمه ككحل، بالنسبه لي واو فعلا واو. مش مصدقه ان ايفون ممكن تعمل كحل بالطريقه دي، وكان سعره رخيص جدا، كان ب 40 جنيه. 40 جنيه، انا مش عارفه برضو بره مصر ايفون بيتباع بكام. احلى كونتور انا جربته السنه دي هو كان البرو، اللي هو ال اي جيرل ده، الكونتور الكريمي. واحلى كونتور باودر جربته هو الهولا، هما بيقولوا عليه الهولا برونزر، هو برونزر ده اللون بتاعه، بس انا بستخدمه ككونتور. الدرجه بتاعته بني حلوه قوي. لو مش بتحبي او مش من الناس اللي بتحبي تحطي كذا طبقه زيي، انا ما بحبش احط برونزاج وبعدين بحط كونتور باودر وبعدين احط باودر فوق وشي، بحس اني كده في 3 كيلو باودر على وشي وبيبقى الشكل مش حلو. فبنهي الموضوع ده كله وبستخدم بس الكونتور الباودر ده للخروجات اليوميه، بيبقى حلو قوي على فكره. كمان بيجمنت جدا، تقدري تعملي بيه كونتور لمناخيرك، مش محمر ولا مدي على اورنج. انا بستخدمه ككونتور وبرونزاج في نفس الوقت. من احلى البرونزر اللي انا جربتهم هو الكاتريس. الدرجه اللي معايا دي درجه 20. بصوا ده لونه، هو مش هيبان قوي على الكاميرا، بس هو ده الشكل بتاعه. بصوا ده شكله اهو، شايفين اللون البني الخفيف ده. هو الدرجه بتاعته بني ايه هو الدرجه بتاعته هو الدرجه بتاعته بني باورنج شويه. فدي بالنسبه للدرجه بتاعته من احلى البرونزر اللي انا جربتهم، ثباته الى حد ما كويس، وكمان هو بالنسبه لسعره كان كويس جدا يعني. بس انا بحبه برضو وبحب استخدمه قوي قوي في الخروجات اليوميه، بيدي ظل كده للوش، كاني وشك فعلا عليه الاضاءه بتاعه الشمس. للهايلايتر انا عندي نوعين هايلايتر بفضلهم، نوع قوي للسهرات ونوع للخروجات اليوميه. فشوفي انتي بتحبي ايه او ايه بالنسبه لك الاحسن واشتريه. الكفر فيكس ده من اقوى الهايلايتر اللي انا جربتهم لحد دلوقتي، فعلا بتنوري في الضلمه بيه، ثابت جدا جدا. اكتر هايلايتر شفته ثابت في حياتي، ثباته تقريبا اكتر من 9 ساعات. الهايلايتر التاني اللي معايا هو الهايلايتر ده من ريفوليوشن، اللي هو اسمه برو دي. ده شكله الهايلايتر ده مفيش منه غير درجه واحده، ده شكله هو مكسور مني بس يعني تمام. ده شكله، وده سواتش ليه. ثانيه واحده اوريكم سواتشه. بصوا اهو، ده الهايلايتر. الهايلايتر ده لو انتي بتحبي الهايلايتر الحاجات الخفيفه اللي تنفع للصبح بقى والخروجات اليوميه وكده، الهايلايتر ده مفهوش نقطه جليتر واحده، سهل جدا في الدمج، شكله طبيعي. من الهايلايتر الباودر اللي انا جربتهم ثابتين، لاني معظم الهايلايتر الباودر اللي انا جربتهم ما كانوش ثابتين. ماري لو شخصيا بجلاله قدرها ما كانتش ثابته، فكانت بالنسبه لي صدمه. انا اوريدي عامله مقارنه بين كل انواع الهايلايتر اللي انا جربتها، هسيبه لكم تحت في الديسكربشن بوكس. فده كان من احلى الانواع اللي انا جربتها ومن اثبت الانواع الباودر مش الكريمي. البلاشر المفضل بالنسبه لي هو كان البلاشر ده من سيتي كلر. مبدئيا البلاشر ده موفر عليا ان هو مبدئيا فيه كل الدرجات اللي زي ما انتم شايفين، في الدرجات اللي لونها على روز، في الدرجات اللي على خوخي، في الدرجات اللي على بني. الالوان بيجمنت جدا. بصوا من حطه صوبع واحده، بصوا دي من حطه بسيطه جدا، انا ايدي بقت عامله شبه الشوارع. بصوا من حطه بسيطه قوي اهي، هي كده باينه. الدرجه دي درجه على سيموني فاتح، الدرجه دي بتليق على بشرتي جدا عشان انا بشرتي قمحيه، فبتبقى حلوه قوي معايا. البلاشر ده بيجمنت جدا، ثباته حلو، ثباته تقريبا 5 ساعات او 6 ساعات. لو عايزه باليت ما تشتريش بعديها اي بلاشر تاني، اشتري باليت البلاشر دي. تمام. لو عايزه بقى بلاشر يكون سنجل او بلاشر واحد، هو البلاشر ده من جوردانا، الدرجه دي درجه 50. البلاشر ده فظيع،
اكتر بلاشر ثابت جربته في حياتي. السيتي كولر ثبته تقريبا من 5 ساعات ل6 ساعات، ده ثبته اكتر من 8 ساعات، ثابت جدا جدا. بس مشكله البلاشر ده حاجه واحده انا قلتها كذا مره، ان انت لازم تحطي بالفرشه كذا مره عشان يطلع لك اللون اللي انت عايزاه، او عشان يبقى بيجمنت. عكس سيتي كولر، سيتي كولر على طول وناعم جدا على البشره، ما تحسيش نفسك ان انت برغم انك حطيتي كذا طبقه ما تحسيش نفسك ان انت حطيتي بودر كتير على بشرتك. فاهمين انا قصدي ايه؟ فالروجات، هو اول روج معايا اللي هو الروج المات ده من سيفورا. الروج ده فظيع، مبدئيا بيجمنت جدا على الشفايف، يعني من اول حطه تلاقيه حط طبقه باينه او اللون قوي او واضح. دي اول حاجه. تاني حاجه مش بينشف الشفايف خالص. تالت حاجه ثابت لابعد الحدود، انا بقعد بيه باكتر من ال8 ساعات، فظيع. مستحيل من رابع المستحيلات ان انا ابقى حاطه الروج ده ومحدش يسالني الدرجه اللي انت حطاها دي ايه، او الروج اللي انت حطاه ده النوع بتاعه ايه. لو حاطه بس ايلاينر وماسكارا وحطيت الروج ده كاني حاطه فول ميك اب. فعلا بجد من اكتر الروجات اللي بحبها. نيجي لتاني روج معايا، هو الروج ده من ويت ان وايلد. بصوا روجات ويت ان وايلد انا عندي منها كل درجاتها، بعشق الروج ده فعلا بجد فظيع. طري جدا على الشفايف، وفي نفس الوقت من اول حطه برده بيتحط كويس قوي قوي. ده غير كمان ان هو درجاته كلها، الدرجه اللي في الروج من جوه هي بالظبط الدرجه اللي بتتحط على الشفايف. عندهم تنوع الوان رهيب مش طبيعي. عندهم من اول البيجات الفاتحه خالص لحد النبيتيات اللي هي مديه على اسود اسود. فمن اكتر الروجات اللي انا بحبها، مش بينشف لي شفايفي، مش بيبين الخطوط اوريدي اللي موجوده في شفايفي لوحدها. حلو جدا، وكان سعره برضو يعتبر كويس. انا بحطه تقريبا في كل اللوكات. ولو عايزه بقى روج يكون رخيص خالص، بالنسبه لي الروج ده كان مفضل جدا من اماندا، اللي هو اسمه ميلانو. الاماندا دي ماركه مصريه موجوده عندنا في مصر، مش عارفه موجوده في مكان تاني ولا لا. المهم يعني ان الروج ده من اكتر الروجات اللي شفتها طريه على الشفايف. يعني مهما يكون مثلا شفايفك متقشره او مثلا بايظه او ناشفه زياده عن اللزوم، انا لازم قبل ما احط اي روج لازم ابقى مرطبه شفايفي قبلها بيوم من بالليل، وابقى عامله لها سكراب عشان يا دوبك الروج يبتدي يظبط معايا. لكن لما ببقى مستعجله ونسيت ارطب شفايفي او نسيت اعمل لها سكراب، ده بيبقى بالنسبه لي المنقذ. الروج ده كريمي لابعد الحدود، بس طبعا بما انه كريمي يبقى مش ثابت وبيطبع، ده شيء طبيعي بيطلع كله لو عملتيه كده. بس انا بالنسبه لي بحبه عشان بيبين لي شفايفي فعلا بجد كويسه، كاني شفايفي مش بايظه ولا متقشره ولا ناشفه ولا اي حاجه خالص، وكان سعره رخيص. اخر روجات معايا هي الروجات دي. انا بالنسبه لي بصراحه اكتر حاجات بحبها وبحب اجربها هي الروجات دي. انا قلت اني لازم اتكلم عنها في المفضلات بتاعتي. هي الروجات دي من مانهاتن، دي ماركه صيني موجوده عندنا. ده شكل القلم بتاعهم. انا جايبه منه درجه على بني، انا مش عارفه مش لاقيه مكان في ايدي خلاص. جايبه منه درجه على بني ودرجه على روز. بدمج الدرجتين دول مع بعض. دول الدرجات، انا بحب الدرجات دي قوي. بدمج الدرجتين دول مع بعض بيديني لون كده فظيع. بصوا بدمج الدرجتين مع بعض بيطلع لي اللون ده، شايفين ده؟ هو ده اللون اللي انا بحبه. الروج ده مبدئيا فظيع، سعره كان رخيص جدا، كان سعره 15 جنيه عندنا في مصر. من احلى 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 الروجات اللي انا جربتها. بصوا الروج ده ثابت ثابت ثابت، انا بقعد وباكل وبشرب. يمكن من الروجات القليله قوي اللي باكل وبشرب وبتكون ثابته جدا 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 معايا. وكمان كان سعرها رخيص، فبالنسبه لي دي كانت المفاجاه. وفي الروج ده كمان من فينا، بحب احط الدرجه بتاعت فينا دي، هي درجة على موف كده شوية، بحب احطها واحط فوقيها اللون البني ده من مانهاتن. بيديني درجة اسمها شوجر بلام فير من ويت ان وايلد. بصوا الدرجة دي بتبقى وهمة على الشفايف، فظيع. انا مش محتاجة ان انا اتكلم عن الشكل اكتر من كده. شايفين البيجمنت عامل ازاي؟ ومش قادره اقول لكم طبعا على ثباته، يعني هو ثباته تقريبا بيقعد معاكي لو قعدتي بيه 14 ساعه يقعد 14 ساعه، واكل واشرب واخرج واروح واجي والروج زي ما هو، بجد فظيع. اخر حاجتين عايزه اتكلم عنهم هما الرموش النوع ده او الشكل ده. كنت جايباهم من فاطمه، الدرجه بتاعتهم A5. انا هوريها لكم لاني الباكج خلاص خلص. بصوا شايفين الرموش عامله ازاي؟ بصوا شايفين شكلها؟
ولا باينه ان هي بلاستيك، ولا باينه ان هي بلاستيك، ولا باينه ان هي بتلمع في الشمس، ولا اصلا باينه ان هي قويه على العين. بصوا بالعكس اهي، باينه ان هي شعرايه شعرايه. بصي لما تغمضي عينك كانها رموشك بجد. الرموش دي انا بطبيعتي، ثانيه نعدل شعري. الرموش دي انا بطبيعتي ما بخرجش برموش اصلا في الشارع او في الحقيقه. دي الرموش الوحيده اللي بقدر اخرج بيها في الشارع. كانت من احلى الرموش اللي انا جربتها، وعايزه اقول لكم ان هي كان سعرها كام، كانت ب35 جنيه. بجد رائعه، احلى رموش جربتها في حياتي، ويمكن كمان احلى من بتاعه اردل. الرموش خفيفه جدا، البند بتاعها رفيع، مش بيبان ان هو البند بتاعها تقيل كده او لونه اسود. الرموش بتتني وتتعمل معاكي زي ما انت عايزه. انا طبعا بقصها لان هي بتيجي كبيره شويه، بقصها على قد عيني بالظبط. بصوا شكلها فظيعه، انا مش محتاجه اتكلم عنها اكتر من كده. واحلى لزق رموش جربته هو اللزق ده من اردل. اللزق ده بيقعد معاكي طول اليوم، شفاف، مش بيوسخ مش بيوسخ لك الاي شادو، لان هو شفاف، هو لونه ابيض وبعد كده بيقلب بشفاف. من احلى الصمغ اللي انا جربتهم في 2018. بس مشكلته ان هو بياخد شويه عبال ما بينشف، فانا بحل المشكله دي بايه، باخد حبه منه مثلا على اي كفر حاجه وبسيبه شويه اخلص اي حاجه في المكياج بتاعي لحد ما احس ان هو بقى ستيكي كده شويه، واحط على الرموش والزقه على طول بيلزق. وبس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب ما كنتش رغيت كتير كالعاده يعني وصدعتكم وخليت دماغكم قد كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتروحوا عند نوره وتعملوا لها لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا ان انتوا جايين من عندي. باي باي.